السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في صحة وسعادة وهنا. ما تنسونيش حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ولو عايز قراءة خاصة في الرقم التواصل الواتساب فقط هتلاقيه موجود في وصف الفيديو. اخر الوصف هتلاقيه الرقم للتواصل واتساب. ادخل على الرقم واتواصل معايا على طول واحجز قراءة خاصة. تمام، ويلا بينا نشوف قراءة هتقول ايه. احب اقولك في رسالة حلوة قوي هتجيلك وهتفرح قلبك، رغم انك جواك زعل كبير وهموم كتير شايلها بقلبك، ولكن ربك عالم بيك وعالم بحالك وهيفرجها عنك قريب جدا بإذن الله. يعني لو جواك هموم وزعل من أي شيء وشايل كده في نفسك، لا، سيبها على الله، سيبها على الله. ربك عالم بحالك وهيفرجها عنك عن قريب. إذا كان ده مشاكل أو ديون أو أشياء تخص البعض عاطفيا، أو مشاكل عائليا أو ماديا أو وضع أو نفسيا مرضيا، أيا كان، ما فيش حاجة تزعلك، لأن إن شاء الله في فرج من عند الله ليك. كمان في شيء هيخرج من بيتك انت زعلان عليه، ولكن ما تزعلش لانه معاه شر وعين الحسدة. ايا كان ايه الشيء اللي خرج او انه هيخرج للبعض من بيتك، فانك تكون زعلان. اوعى تزعل من حاجة خرجت من عندك او انها تخرج من عندك، لانها معاها شر وعين. ممكن تكون ده شيء، وممكن يكون ده شخص، وممكن تكون ده ايه، الله اعلم، ولكن حاجة هتخرج من بيتك بس فيها شر وعين. انت على موعد مع ضحكة من القلب، لاني شايفة ان هنا في ان شاء الله ضحكة هتكون من قلبك، هتكون مبسوط وسعيد وعندك موعد للضحكة دي تستقبلها. فهناك شخص يحبك، احذر خسارته. شايفة كمان ان الشخص بيحبك وطاقتك بتحذرك من انك تخسره. ممكن يكون شخص ده معاك، او ممكن يكون الشخص ده مش معاك حاليا، ولكن في شخص هيكون ممكن يكون هيقرب للبعض منكم، بس فعلا هيكون حب وصدق، وهيكون شخص بيحبك جدا ومحتاج منك تحذر بانك ما تخسرهوش. وبنسبة كبيرة انه الشخص ده معاك والشخص ده بيحبك، احذر انك تخسره. مش شرط خالص ان يكون من الناحية العاطفية يا جماعة، ولكن للبعض من الناحية العاطفية، والبعض الاخر بيكون صديق او حد من الاهل، كاخ كاخت كحد كأب كأم اي حد من العائلة او حد مقرب منك. فشايفة انك شخص بيحبك، احذر خسارته. كمان شايفة ان في سوء تفاهم مع الشريك سببه مزاجك السلبي هذه الايام، لاني شايفة ان الفترة ديت او من فترة قليلة كان البعض منكم عندك مزاجك مش حلو، يعني مودك كده مش كويس، سلبي شوية، او بقيت مزاجي شوية، يعني شوية حلو وشوية وحش. وده بيحصل سوء تفاهم مع الشريك، وسببه انت، سببه مزاجك. ممكن تاخد الطاقة تكون عكسية، ما فيهاش اي مشاكل القراءة انها تكون عكسية، ولكن بتكون الطاقة موجودة. طيب كمان البعض عنده قلق في البيت، ممكن يخص الأولاد أو ممكن يكون مع الأهل. ممكن يكون القلق ده يخص حد من الأولاد، قلقك ده عليه أو قلقك منه في شيء الله أعلم بيه، أو ممكن يكون في مشاكل مع الأهل، أو في حاجة في البيت في الأهل عند البعض عاملة للبعض منكم قلق وحيرة، وممكن تكون كمان عاملة لك توتر. فشايفة قلق إذا كانت من الأهل أو إذا كان على الأهل، يعني حد من الأهل أو هيكون لا عليه لا منه.
في هنا حصاد، يعني شايفة انك هتحصد ثمار عمل سابق، ثمار عمل سابق. وشايفة انك بتفرح بمسابقة وتكتب بداية لمستقبل زاهر. في هنا مسابقة انت هتفرح بيها، حاجة انك انت هتدخل فيها مسابقة. ممكن تكون دي مسابقة مثلا من ناحية عمل او من ناحية دراسة او من ناحية يعني نشاط انت بتقوم بيه، الله اعلم. او ممكن تكون دي تحدي، بس حد داخل معاك سباق يعني. بس شايفة انك انت هتفرح لانك انت اللي هتكون مسابق. كمان شايفة انها ممكن تكون سباق لمرحلة النجاح، يعني انت مسابق حد يعني انت توصل قبل اشخاص او توصل قبل شخص. فشايفة ان السابقة دي نفسها مفرحاك او انها هتكون مفرحاك لانك انت مقبل على سباق. شايفة كمان زي ما بقولك انك بتكتب بداية لمستقبل زاهر، عنوانه الثقة بالنفس، عنوانه الثقة بالنفس. فشايفة ان في بداية لمستقبل زاهر ليك، وعنوانه انك انت عندك ثقة بالنفس. او لو انت داخل على بداية مستقبل ليك، فشايفة اني هيكون زاهر ان شاء الله بثقتك بنفسك. في هنا انك هتقوم بصلة رحم وزيارات عائلية. يمكن تكون كان في قطع صلة رحم بينك وما بين حد، او الزيارات العائلية كانت فيها تجنب شوية، او كانت فيها انك كنت يعني ما كانش فيه زيارات متبادلة الفترة اللي فاتت. ولكن شايفة انك هتقوم بصلة رحم وزيارات عائلية. وشايفة كمان ان في صلح مع اصدقاء، يعني ممكن يكون حد من الأصدقاء أو الأصدقاء كان في زعل، كان في خلافات، ولكن هيكون في تفاهم وفي صلح يعني قريب إن شاء الله. في كمان زعل جواك وبتحاول تضحك وما بتظهرش ضيقتك. لو في حاجة من دول اكتب لي في كومنت، اكتب لي في كومنت. عايزاكم تكونوا كده يعني بترسلوني في الكومنتات، وانا برد عليكم كأننا مباشر بالظبط، برد عليكم ان شاء الله. فزي ما بقولك جواك زعل وبتحاول تداريه وبتحاول تضحك. في كمان هنا شايفالك مشوار جديد وطريق ودعم مادي، يعني المشوار ده شايفة انك رايح على مشوار طريق جديد ليك، وفي دعم، الطريق كله دعم ودعم مادي. فشايفة انك لو انت داخل على مشروع جديد او طريق جديد يتفتح لك، فشايفة انه يعني في دعم مادي جميل جدا جدا ليك. فلو انت محتار من حاجة انك تبتدي فيها، لا ابتدي فيها وتوكل على الله. لو كان طريق مادي للبعض منكم له علاقة بشيء مادي، فلا يعني ربنا يوفقك فيه. في هنا صديق خرج من بعض ضيق، ويعني صديق هنا خرج بعض ضيقة انت كنت فيها. الصديق ده انت احتمال يكون خذلك، يعني زي ما يكون حاجة، او ممكن ما يكونش صديق، او ممكن حد كان انت بتعتبره انه كصديق ليك، بتعتبره ان حد مقرب ليك، وفجأة لما انت اتحطيت في ضيقة هو ما شافكش ما عرفكش، ويمكن خرج كمان بره حياتك، او اداك جنب ومشي، او ان هو اتجاهلك تماما. فشايفة ان في شيء زي ده، او انك تكون زي ده، فما تتصدمش. بس انا اصلا شايفة انك انت بطلت تتصدم، يعني بقيت متوقع اي حاجة من اي حد، وفي اي وقت ما بقيتش الصدمة بتأثر فيك، لانها كنت الاول بتتأثر كتير كتير جدا. اقرب مليك غدر بيك في عز تعبك، ومحدش قدر ده، ومحدش حس بيك.
لا تثق في حد، او انت ما بقيتش اصلا تثق في حد. فانا شايفة انك انت بقيت ماشي بالمبدأ ده. في اشخاص هنا هوت من عتبة بيتك هيضايقوك ببعض التصرف، او ممكن يكون بالفعل ضايقوك. وشايفة انك انت عندك كمان شخص هيحطك تحت ضغط، وانت مش بتحب ده خالص. انت مش بتحب حد يتحكم فيك، بتكره ده جدا. فشايفة انك مهما تتحط تحت ضغط او ان في اشخاص يضايقوك، اوعى خالص تستفز نهائي. خليك هادي. وبكده انا خلصت قراءتك. اتمنى لك الخير والسعادة، وما تنسونيش في اللايك